النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الفيديو ده صدقة جارية على روح أخويا التاني إسلام عبد الهادي رحمة الله عليه. بسم الله نبدأ. كلنا سمعنا عن الابتلاء، لكن معظمنا عمره ما يحس بابتلاء التاني مهما كان. كل واحد ليه تجربة مختلفة عن التاني، وده من نعم ربنا علينا. ربنا بيبتلينا ليصلح ويعيد ترتيب حياتنا مرة تانية لطريق أصلح لينا كلنا. بيخليك تفوق لنفسك، أكن حد ضربك بالقلم وفوقك من الغفلة اللي كنت فيها. انت للأسف كان في ايدك نعم كتير، لكن ما حمدتش ربنا عليها. كان في ايدك تحل مشاكل كتير، لكن مشيت ورا الشيطان علشان مصالحك الشخصية. وبعد ما قدرك وصل ليك بابتلاءك، بدأت تدرك وتندم على اللي كان في ايدك وراح. وقتها هتكون أقرب من إنك تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. الدنيا قصيرة، وسرعان ما تدرك ده في نهاية عمرك. انت دلوقتي في ايدك تسامح اللي انت زعلان منه، في ايدك تعفو عن ناس أذوك كتير جدا. فالموت بيجي أسرع مما تتخيل، مهما كان سنك ومهما كانت صحتك. اختار من دلوقتي اللي يخليك طيب الأثر بين الناس. ارجع احفظ القرآن تاني، فهو صاحبك لما كل أصحابك يمشوا ويسيبوك، وهو ضياءك وقت ما تنطفئ كل أنوار الدنيا في قبرك. وجاهد نفسك على الصلاة، فهي أول ما تطمئن به في الدنيا وتستبشر به لجنتك في الآخرة. كلنا هنقف قدام ربنا، كل واحد لوحده. فاملأ ميزانك في الدنيا والآخرة، وسامح اللي انت زعلان منه. وافتكر إن احنا خلقنا لكي نبتلى، والناجح في الاختبار هو من يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. وتذكر أخيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. استغفر وارجع لربنا تاني قبل ما يجي عليك وقت مش هتعرف تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي. لا تنسوا الدعاء لأخي. جزاكم الله كل خير، ودمتم بخير.